تصريح خطير جدا من رضا عبد العال بعد خسارة الزمالك من طلائع الجيش في دور 16 من كاس مصر وتوديع البطولة التي تركها لهم النادي الأهلي. لن تصدق ما قاله رضا عبد العال، وهجوم شديد جدا على مجلس الإدارة وعلى شيكابالا. في البداية نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. رضا عبد العال أدلى بتصريحات مثيرة جدا نقلها موقع كورة سبورت لاين الرياضي منذ قليل. رضا عبد العال قال أي حد هيطلع يقول لي إن الأهلي هو فريق عظيم وفريق مفيش زيه في الكوكب، أقسم بالله هقول له أنت اللي بتفهم كورة. الأهلي فعلا هو الوحيد اللي كده، وهو اللي بيمشي على المية. وبعدين احنا هنعمل ايه إذا كنا مفيش بطولة السنة دي أخدناها، ودلوقتي بنخسر في البطولة الوحيدة اللي عشمنا فيها وهي كأس مصر، نخسر بالمنظر ده وبالهزيمة القبيحة جدا بالشكل ده؟ لا، احنا مش لازم نسكت. انا عايز اعرف بس جمهور الزمالك ساكت لحد اللحظة ديت علشان ايه؟ طول الماتش ما شفناش كورة ترضي الله، وكمان طلائع الجيش فعلا بيفوز باستحقاق. دي فضيحة لينا ما حصلتش من 14 سنة. الناس اللي في إدارة الزمالك لازم تعرف ان الزمالك اسم كبير قوي واكبر منهم كلهم. كفاية تهريج الفريق مع المدرب الفاضي ده، والجهاز ده بقاله 3 شهور بيهرج من وقت انسحابهم امام الاهلي، وكمان اراحة النادي الاهلي والرجوع في كلامهم تاني. ليه عملنا كده؟ احنا ليه مش قادرين نصدق ان احنا جمهورنا بالملايين؟ الفريق في عهاد بتلعب كورة، مش هينفع الكلام ده. الجهاز ده لازم يمشي بكرة، يا تمشوا معاهم انتوا كمان. لكن بالوضع اللي انا شايفه ده، دي مسخرة. خروج الزمالك من الكاس بيتحمله مجلس إدارة الزمالك الفاشل. إدارة الزمالك جاية تنفذ أجندة محددة ليها. البداية كانت إنهم يقسطوا غرامة كهرباء وبالجنيه كمان، وبعدين الانسحاب اللي ريح الأهلي قوي وكان سبب كبير إن الأهلي يفوز بالدوري. وبعديه على عكس كل الجمهور بيوافقوا براعي، المفروض إن كل الجماهير واقفة ضده. مجلس إدارة الزمالك عبارة عن مجموعة من الكدابين الفشلة اللي هيوقعوا نادي الزمالك، وده كله علشان بيحافظوا بس على الكراسي اللي قاعدين عليها. انتوا ازاي مش بتتكسفوا على دمكم؟ ليه ما بتبصوش على النادي الأهلي عمال يحصد في بطولات وقال هريح اللعيبة، ودلوقتي انتم مريحين اللعيبة وبتغيروا من الأهلي؟ هو انتوا كنتوا عملتوا ايه السنة دي عشان اللعيبة دي تستريح او تاخد راحة؟ ايه الانجاز الوحيد اللي حققتوه؟ كفاية بقى فشل. اعرفوا قيمة نادي الزمالك، لازم نغير المنظومة دي من اولها لاخرها.